ونادي الزمالك بالصفقات اللي عملها، احنا قلنا لعيبه نادي الزمالك هتنزل تكسر الدنيا والمدرب الجديد هيكسر الدنيا. انما واضح كده ان هو بيتملى، يعني واضح كده ان هو مش عارف يعني ازاي تلاعب مثلا محمد صبحي على العواد. مين اللي قالك ان انت ده يلعب على ده؟ ما اعتقدش يعني ان راجل لسه جايب بطولة لوحده اللي هي البطولة الودية دي، ومكسر الدنيا وعامل ماتشات عالية جدا وصادت ضربات جزاء وضربات ترجيحية ومكسب الفرقة، وانك ما تبدأش بيه، دي حاجة فيها علامات استفهام. يعني مثلا الشناوي بيبقى مصاب وبيلعبوه، بيبقى راجع من اصابه وبيلعبوه، بيبقى وحش وبيلعبوه. طب انتوا يعني بتعملوا كده في عواد ازاي يعني؟ فشكل الموضوع كده ان الراجل ده جاي ياكل عيش، بدليل ان شيكابالا احسن لعيب في الملعب وقام جاي مطلعه. مش عارف ازاي يعني هو احسن من اوباما واحسن من عبد الله السعيد واحسن من زيزو اللي هو المفروض ان هو فرس الرهان، وما اعرفش قام جاي مطلعه ليه وسايب اوباما في الملعب ليه؟ هتقول لي ما هو حاطط واحده في العارضه. طب بعد كده انتاجه ايه طول ال 90 دقيقه ولا ال 95 دقيقه بالوقت الضايع؟ انتاجه ايه؟ ما اعرفش. المهم يعني المباراه بدات النادي الاسماعيلي احسن، مستحوذ وبتاع، ومرتين ثلاثه بيستغل غلطات محمد صبحي وبيروح للجون بيشوط الكره